مباراة الكرة إلى كايو، وكايو ينطلق بالكرة الماضية، حالة سقوط والحكم يحتسب ركلة جزاء لكايو سيزر. مع الانطلاقة الماضية كايو سيزر انطلق بالكرة وحصل على صافرة ومخالفة ركلة جزاء، وأيضا فيها بطاقة صفراء، والقرار بركلة جزاء وبطاقة صفراء لكايو سيزر. هذه اللقطة مرة أخرى، التدخل الصريح كان من مهند القاضي في هذه الكرة، وبالتالي القرار جاء صحيحا من حكم المباراة. صافرة جاءت من الحكم، وليوناردو يتقدم ويسجل أول أهداف الهلال في المباراة. الزعيم يبدأ ويفتتح المشهد مع الأوقات الأخيرة، العادة لا تتغير، الهلال من يفتتح المشهد في مبارياته من أمام الأخدود. هذه المرة يتقدم ويسجل هدف يتقدم فيه عن طريق ليوناردو. 1-0 الهلال.